السلام عليكم حبيباتي، معكم مالينا باستوري في نوفال فيديو. اليوم ان شاء الله كيما وعدتكم في الشورت راني حندير لكم الوصفه تاع البراج. دونك صلوا على الحبيب مصطفى وجيبوا ورقه وستيلو، يلا ماركيو معايا وصفه البراج اللي ماكمش راح تستغنوا عنها وتجيكم طريه وبنينه لاطول مده مع مكون سري يخليها رائعه وقوامها رائع مده طويله. يلا حبيباتي، هنا اربحوا دون المقادير. عندي 3 كيلات سميد، هنا حنستعمل سميد عمور نصف خاشن. حتصلح لكم بالسميد المتوسط. فقط كي ديروا سميد متوسط ديروا 4 كيلات سميد، مديروش 3 كيلات باسكو الخاشن يعني نعرفوه بلي يشرب السوائل اكثر من المتوسط. دونك استعملوا 3 كيلات. هنا كي راكم تشوفوا الكيلة تاع السوائل راني دايرتها ناقصه شويه ناقصه شويه. وإلا درتو يعني درتو المتوسط ديروا كيلة تاع سوائل كامله. كما راكم تشوفون نجي نميز 3 كيلات تاع السميد. عندي العسيله، عندي الملح، وعندي الحليب والمزهر، وعندي مكون سري ومن بعد راني حنقوله لكم وهو المكون الرائع. فوالا، شوفوا حبيباتي، نجي نحط مغرفه ونص تاع الفارينه في كل كيلة تاع سميد، ونجي نحط الملح تاعي. هنا نملح في كل كيلو ديروا 10 غرامات تاع تقريبا هكذاك، واحد 10 غرامات تاع الملح. يعني هنا عندي 2 كيلو ديروا 20 غرام تاع الملح. فوالا كما راكم تشوفوا، هنا نجي نحط الملح ونحط المكون السري. هنا المكون السري هو بيكربونات الصوديوم. واش نقول لكم، يدير لكم بنه رائعه ويضيف لكم اضافه، هو اضافه وحده، اضافه يعني يلعب دور محسن. هنا اللي ما عندهاش بيكربونات الصوديوم دير خميره الحلويات، وبيان سور تحطيها بعيد على الملح. كيما نعرفوا الخل والملح يتفاعلوا مع بيكربونات الصوديوم، دونك بعدوا عليهم. هنا نجي نضيف السمن تاعي. كما راكم تشوفوا الكيلة تاع السمن راهي ناقصه، نزيد نضيف لها نكملها بالزيت. فوالا، هنا راني حطيته معوج، سي بور سا فاضت لي. فوالا كما راكم تشوفوا نكملها بالزيت، ونجي نحك ونخدم بيدي. هنا حبيباتي خدموا 10 15 دقيقة، قعدوا هكا تخدموا في لاباط ديالكم، في السميد تاعكم، ماشي ديروه وتخلوه يعني هكذاك ديريكت فوق وديروا الماء حتى تولي لكم كوم من موس. شوفوا دوكا كيفاش راهي، شوفوا من بعد تولي تبرق وتولي يعني متجانسه، يعني وكانه اون موس، يعني الله يبارك تولي لكم رائعه. شوفوا القوام تاعها يولي رائع، تولي هايله. هنايا كي ديروها ما تخلوهاش تريح، يعني تم طيبوها عادي، ما تخلوها تريح، ما تخلوها دير والو، ميزاباغ تشرب لكم السوائل. فوالا شوفوا حكوا مليح، قلت لكم مده 10 دقائق. فوالا كيما راكم شوفوا، حكوا 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 حتى تحصلوا على قوام. دوك نوريه لكم بطبيعة الحال. هنا حبيبتي اللي مازال مشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس وتفعلوا في لي كومونتير، يعني اقترحوا عليا وصفاتك وحابين نديرهم لكم. قولوا لي واش راكم حابين يعني القناة، كيفاش راكم حابين ندير لكم في القناة. يعني انا طبخ ماذا بيا طبخ، الروتينات ماذا بيا ما نديرش روتينات. آه حبيت نفيدكم في الطبخ، يعني اذا عندكم اقتراحات في الطبخ ولا عندكم كش حاجه، يعني لاشين تاعي راهي سبيسياليزي طبخ. وان شاء الله قلت لكم كبدايه، بلوتار ان شاء الله حندير لكم فقط حلويات، يعني باذن الله يا ربي. حلويات ناجحه باتيسري، يعني هذا واش راني حابه. شوفوا نجو ندخل هذاك الحليب والمزهر وكامل، ندخلوهم حبيباتي كما راكم تشوفوا، ما تعجنوش يعني طموا للداخل فقط. دخلوهم تخي تخي بيان باش يشرب لكم السميد تاعكم، وخلوها تشرب. ومن بعد زيدوا ضيفوا السميد الماء والمزر وهكذا، يعني حتى تشرب وزيدوا، يعني خلوها تشرب وزيدوا. هنا عندي كمية تاع الغرس، يعني الغرس على حسابكم. درت لها شويه جلجلان، كنت فورته، يعني هذا الغرس تاع البيدون فورته نقيته، ونجي نضيف له في المزهر. نضيف المزهر حتى تولي لي طري كيما الزبده، كيما الزبده مارغرين كي تكون على درجه حراره الغرفه، يعني ويكون هو ولا بات تاعي بنفس القوام. بعد ما يولي لي القوام اللي راني حباته، نجي نضيف له مغرفه تاع السمن ولا زبده، ونضيف له هنايا مغرفه تاع الزيت.
هنا هاوليك القهوة نخطوه بجهة، نروحو نكملو السوائل لاباط تاعي ونقسمها على 2 ونجو نبداو نحلو في البراج تاعنا. شوفوا راني كملت السوائل تاعي ونجو نقسم العجينة تاعي على 2. هنا نقسمها على 2 ونبدا نحل فيها. فوالا كيما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي ناخد كيس غذائي يعني فيه لاني رايحة نحل يعني الغرس ديالي، حليت الغرس ودوكا راني رايحة نزيد نحل ل ل يعني لاباط ديالي، الخبزة الأولى. هنا شوفوا درت خبزة برك صغيرة نحط فوقها الغرس كيما راكم تشوفوا اللي كنت حليته في بين كيسين غذائيين. فوالا ونزيد فوقو تانيك لاباط. هنا شوفوا لاباط مانيش رايحه نحلها، جبتها ديريكتومون ونحط هكا بالحفنه من الفوق ونغلقها باسكو لاباط ديجا راهي طريه. قلت لكم لاباط طريه وتذوب، يعني وردوا بالكم كي تكونوا طيبوا فيها قادره تتفتت لكم في المقله، يعني خذوا حذركم. شوفوا حطوا هكذا لاباط وخبزوها تخي بيان وزيدوا لها كيس غذائي من الفوق وحلوا لاباط تاعكم من 1 سنتيمتر الى 1.5. وقلت لكم الغرس هنايا كيما حبيتو، يعني تحبوا الغرس يكون خشين تحبوه رقيق، يعني نتوما واش حبيتو. فوالا نجي نحل لاباط ديالي كيما راكم تشوفوا حبيباتي، نساوي السطح تري بيان ونحلها مليح مليح وناخد هنا ناخد اون بورت بياس تاع البراج ونقسم. ما عندكمش اون بورت بياس تاع البراج عادي قسموا بالموز ساوي وقسموا ولا ديروا فوالا ماكات يعني خدموا بها الشكل وتجيكم هايله ما شاء الله. فوالا جبت قلت لكم لومبورت بياس ونجي لومبورت بيسي البراج ديالي، لومبورت بيسيها تري بيان كيما راكم تشوفوا. ومن بعداتيك نبدا نطيب. هنا كي نطيب طيبوها على درجة حرارة تكون متوسطة وخلوها حتى تحمر، طيبوها مليح مليح حتى تحمر. يعني هذه الكمية تقطع لكم يعني كمية كبيرة، أنا قطعت لي يعني كمية الله يبارك. طيبوها حبيباتي وعسوها يعني ماشي تحمر لكم بزاف وماشي تقعد لكم خضرة وطرية. قلت لكم ردوا بالكم كي تكونوا ترفدوا فيها، عاونوا روحكم بالساشي. سقموا الحبة تاعكم تري بيان. اذا فيها الغرس راهو خارج ولا سيو كيفاش تنحوه، عدلوا الحبة تاعكم تري بيان وطيبوها حبيباتي هكذا. وش نقول لكم شهيتكم في الجنة. يلا نعاودو نكرر اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة، على بالي راكم تشوفوا في لي فيديو تاعي وما كنتش مشتركين، نحييكم بالمناسبة مرحبا بكم وهذا الشيء فرحني. اشتركوا في القناة هكذا باش ما يطرح لكمش القناة واشك فوا راني نجيب غوسات تجيكم لا غوسات. يعني شوفوا درت في مقلة راني نطيب فيهم يطيبوا نزيد نقلبهم وهاي لك النتيجة النهائية حبيباتي. وش نقول لكم جات ما شاء الله اللون ما شاء الله الشكل ما شاء الله. بزاف هايلة بزاف بنينة دارنا كامل عجبتهم. وهاي لك حبيبة دايما ننسى نقسم لكم حبيبة. فوالا هاي لك حبيبة كيفاش جات ما شاء الله شيشة رائعة. يلا دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.